كان ينفث السموم. يعني من وضع سجن تازمانمارت وضعه يعني جحيما وموتا بطيئا، لأن البرد كان يأتي عبارة عن سم فاتك. تازمانمارت الحبس اللي ما كيتمناه حتى شي واحد، الحبس اللي كانوا فيه بزاف ديال الضحايا اللي مشاو مظلومين واللي تعذبوا فيه وماتوا بزاف ديال الناس، الحبس اللي مبني تحت الارض واللي مبني بواحد الطريقه اللي ما تتخيلهاش، لدرجه الضوء ما كيدخلش منه من غير واحد الثقبه واللي صغيره بزاف، ولدرجه الطواليت حاشاك ما كايناش من غير واحد الثقبه صغيره اللي الصباع اليد ديالك ما يقدرش يدخل فيها، وباش تقضي حاجتك خاصك ديرها في الطبسيل اللي كتاكل فيه، ومن بعد تشدها بيديك وتفترتها وتحشيها في ديك الثقبه باش ما تسخنقش، واذا ما درتيش هكذا غادي تموت بسبب الريحه ديال المخلفات ديالك. القصه كتبدا في عام 1971. الجنرال المذبوح واعبابه استغلوا الطلاب اللي كيقراو في المدرسه العسكريه باش يديروا بهم انقلاب على الملك الحسن الثاني. كذبوا عليهم وقالوا لهم غنخرجوا نديروا دوريه بحال ديما، ولكن هاد المره غنمشيو للصخيرات باش نشدوا شي ناس بغاو يديروا فتنه في الصخيرات. هذه هي الكذبه اللي قال الجنرال المذبوح واعبابه، حيت اذا قالوا لهم غنديروا انقلاب الطلاب غادي يرفضوا. خرجوا وشدوا الطريق للصخيرات، وكانوا كاملين تقريبا ما عارفينش القصر الملكي فين جا في الصخيرات، وفاش وصلوا بداو كيخليو برصاص ودخلوا للقصر الملكي بالاوامر ديال الجنرال المذبوح. وتصدموا الطلاب ملي شافوا انهم كيديروا انقلاب على الحسن الثاني بلا ما يعرفوا، وانهم مشاو ضحايا بسبب اعباب بو الجنرال المذبوح، وتم القبض عليهم كاملين وحكموا عليهم من 2 عام حتى 5 سنين في السجن العادي اللي كاين في قنيطره. وحتى الضباط الكبار اللي شاركوا في الانقلاب حكموا عليهم بالاعدام، ومن بعد شهور على الحكم ديالهم نقلوه من المعتقل السري تازمانمارت. وهذا الشيء كامل وقع بطريقه اللي سريه باش ما تدخل لا جمعيه حقوق الانسان ولا منظمه دوليه، والهدف هو العذاب، وانهم يقتلوهم بموت بطيء تحت ظروف لا انسانيه، وانهم يعذبوهم اشد العذاب. هذا الكتاب اللي قدامكم كتبه واحد من المعتقلين تازمانمارت واللي سميتو احمد المرزوقي، واللي كيوصف فيه العذاب اللي دوز هو والاصدقاء ديالو في تازمانمارت، وكيحكي على صحابه كيف ماتوا في هذا السجن وكيفاش دوزوا العذاب، كما العربي الازيان اللي مات بسبب البروده، وانتحار ميمون الفاكوري فاش مات الصديق ديالو في الزنزانه اللي كان فحال خوه، زائد الظروف والعذاب اللي عاشها في الحبس تازمانمارت، وانه كان غادي يحمى. وايضا الملازم بوجمعة ازندو واللي مات بسبب الروبيني كيقطع في الحيط، دار البروده في الحيوطه ديال الزنزانه وبسبب البروده ديال الحيط مات، وكالسجين الاخر اللي مات بسبب الريحه ديال المخلفات ديالو. هادو كانوا بعض السجناء اللي ماتوا في تازمانمارت، واللي كيقول احمد المرزوقي في الكتاب ان السجن تازمانمارت كانوا فيه 58 زنزانه، وان كل زنزانه او كل شامبري فيه 3 متر في الطول و2 متر في العرض، واللي كان كيلقبها بالقجر ديال اللوقيط، وانه ما كاين لا خطا ولا فراش فين تنعس، فقط غير الارض فيها السيمه، وكان الموت ديال البرد في الشتاء وموت ديال السخانه في الصيف، حيت كان السقف ديال الزنزانه مصاوب من قصدير، وحنا كاملين كنعرفوا بلا القصدير كيشد الشمس بزاف، زائد المعامله ديال الحراس اللي كانت صعيبه، والمدير اللي ما كيعرفش الرحمه، وحتى الماكله اللي كانوا كيعطيوها لهم بالحساب، لدرجه ماتوا بزاف منهم بسبب الجوع، لدرجه فاش انتهى العذاب وخرجوا السجناء من تازمانمارت وزنوا واحد السجين ولقاو فيه 29 كيلو. فرونتيز خرجت بعدا فاش خرجت انا وحيدوا لي هذاك باش وزنوني فيها 29 كيلو بحال شي درجه صغير. من بين 1973 حتى 1991 كان 58 شاب مغربي كيدوز العذاب في تازمانمارت، والحاجه المهمه انهم كانوا بريئين من محاوله انقلاب، واللي نفذوا فقط الاوامر ديال الرؤساء ديالهم الجنرال المذبوح واعبابه. ومن ديك 58 شاب فقط 28 اللي بقاو عايشين لمده 18 عام في العذاب والجحيم، وماتوا 30 سجين بسبب الجوع والمرض والعذاب والوحده. كاين اللي تشلل وكاين اللي حمى وكاين اللي مات بسبب الحبس تازمانمارت. تازمانمارت ما عمر شي واحد كان غادي يعرفها فين جات، وما عمر كانوا السجناء غادي يخرجوا من داك العذاب، حيت كما قلت كانت مبنيه تحت الارض وحتى واحد ما عارف بلي هذاك الحبس، واللي كان بسبب واحد الطيار اللي سميتو مبارك الطويل، واللي مزوج بواحد المراه امريكانيه، وبمساعده بعض الحراس اللي كانوا في تازمانمارت، واللي كانوا كيصاوبوا بعض الرسائل لمبارك اللي فيهم كيفيه التعذيب ديال السجناء في تازمانمارت. ومبارك طلب من مراته تعاونو، وهي اللي تكلفت ودات هذوك الرسائل لجمعيه حقوق الانسان في امريكا، وبسبب وقع الضغط على المغرب وقدروا يخرجوا السجناء من تازمانمارت. هادشي اللي عاودتو غير شويه من بزاف ديال الحاجات اللي وقعوا في تازمانمارت، وهذا كان هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم، ما تنساوش واحد لايك وابوني وتهلاو.